أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع هو أساس البيوت، موضوع كتير بيتكسفوا يتكلموا فيه رغم إنه السبب الأول لخراب بيوت كتير بتبان من بره إنها هادية. هنتكلم عن الخرس الحميمي والبرود اللي بيبقى بين الزوجين بعد سنين. ليه العلاقة اللي بدأت بلهفة وحب بتتحول لمجرد تأدية واجب أو روتين بارد؟ النهاردة مش بس هنشخص الوجع، إحنا هنغوص في أسرار علم النفس علشان نعرف إزاي نرجع الروح للبيوت، وإزاي الست الذكية تقدر تحول بيتها لسكن حقيقي بالمودة والدلال الراقي. اسمعوني بقلبكم، لأن البيوت بتتبني بالحب وبتستمر بالفهم. أول حاجة هنتكلم عليها هي سيكولوجية الاحتياج عن الراجل والست. علشان نحل المشكلة لازم نفهم إن ربنا سبحانه وتعالى خلقنا مختلفين. في علم النفس الست علاقتها بتبدأ من الودان وبعدين القلب، يعني محتاجة كلمة حلوة وتقدير وأمان علشان تقدر تدي مشاعر. لكن الراجل العلاقة بالنسبة له هي تأكيد للرجولة ومنفذ لتفريغ ضغوط الحياة. لما الست تفهم إن جوزها بيعبر عن حبه بالتقارب الجسدي، والراجل يفهم إن زوجته محتاجة كلمة طيبة قبل أي حاجة، هنا بيحصل التناغم. الصدام بيحصل لما كل طرف بيستني التاني يبدأ من غير ما يفهم لغته الخاصة. هنتكلم في النقطة دي عن فخ الروتين والملل وإهمال التفاصيل الصغيرة. بعد كام سنة جواز بندخل في فخ المضمون. الست بتضمن وجود جوزها فبتهمل في دلالها أو شكلها، والراجل بيضمن وجودها فبيبطل يغازلها. التعود ده هو قاتل الشغف. علم النفس بيقول إن المخ بيحتاج مثيرات جديدة علشان يفرز هرمونات السعادة. التجديد مش لازم يكون مكلف، التجديد في الروح، في نظرة العين، في تغيير روتين اليوم، في كسر حالة الصمت اللي بتبقى في أوضة النوم وتحويلها لمكان للراحة والود بس. طيب، تأثير الضغوط النفسية والهموم بتبقى إزاي؟ إزاي نقدر نفصل بين خناقة المصاريف ومشاكل العيال وبين وقتنا الخاص؟ الضغط النفسي بيعلي هرمون الكورتيزول، وده عدو للمشاعر. لازم تتعلمي فن الفصل. لما تدخلي أوضتك ارمي كل هموم العالم بره الباب، خليكي انتي الملاذ لجوزك من قسوة الدنيا. لما الراجل يحس ان حضن زوجته هو المكان الوحيد اللي مفيش فيه طلبات ولا نكد، هيدور عليه بجنون. كوني الواحة اللي بيرتاح فيها، مش الحمل اللي بيتضاف على همومه. نيجي النقطة صعبة شوية، جرح الرفض الصامت. أصعب حاجة في العلاقة هي الرفض. لما طرف يطلب القرب والتاني يرفض ببرود أو بحجج متكررة، هنا الكرامة بتتوجع. الرفض المتكرر بيبني حواجز من التلج بين القلوب، وبيخلي الطرف المرفوض ينسحب تماما ويبدأ يدور على اهتمام بره أو ينطوي على نفسه. الست الذكية حتى لو تعبانة ترفض، بس بدلال وبوعد جميل، مش بصد وتجاهل يكسر النفس. في برضو نقطة مهمة جدا هي صورة الجسد والثقة بالنفس. كتير من الستات بتبعد لأنها مش واثقة في شكل جسمها بعد الخلفة والتعب. حبيبتي، الراجل بيشوف روحك وثقتك قبل ما يشوف أي حاجة تانية. الأنوثة مش مقاسات، الأنوثة هي إحساس بالذات. لما تلبسي وتتزيني لنفسك أولا وتكوني راضية عن مرايتك، ده بينعكس عليه فورا. الثقة هي المغناطيس الحقيقي اللي بيجذب الراجل، والست اللي بتحب نفسها الكل بيحبها. نيجي لفن الحوار الحميم الراقي. ليه بنتكسف نطلب احتياجاتنا؟ الحوار هو الجسر. اتعلمي تقولي أنا بكون مبسوطة لما تعمل كذا، بدل ما تقولي أنت مقصر في كذا. لغة أنا الرقيقة بتفتح الأبواب المقفولة، لكن لغة أنت الهجومية بتقفل القلوب. اتكلموا عن مشاعركم بهدوء من غير خجل مبالغ فيه ولا صراحة تجرح. الصراحة الراقية هي اللي بتخلي كل طرف يفهم مفاتيح التاني. نيجي النقطة مهمة جدا بتأثر على الموضوع، الخلافات المرحلة وتراكمات النهار. خناقة الصبح هي اللي بتقتل مشاعر الليل. إياكي تنامي وانت شايلة منه أو تنيمي جوزك وهو زعلان. تصفية النفوس أول بأول هي اللي بتحافظ على حرارة المشاعر. اتعودوا إن مشاكل النهار تنتهي قبل ما باب الأوضة يتقفل عليكم. خلي المكان ده منزوع السلاح، مفيش فيه عتاب، فيه احتواء وبس. نيجي بقى لوقت الروشتة علشان تعيدوا الشغف من الأول. عشان ترجعي الشغف ابدأي باللمسات البسيطة خلال اليوم، رسالة رقيقة، نظرة طويلة، اهتمام بكلمة حلوة.
علم النفس بيقول إن التلامس الجسدي البسيط بيرفع هرمون الأكسيتوسين، وهو هرمون الارتباط. ارجعي يا عروسة بتصرفاتك الصغيرة قبل لبسك وشكلك، خليكي متجددة في أفكارك وفي روحك. نيجي للرقي في التعامل والستر. كوني لجوزك ستر وكوني دفء من برد الأيام. كل ما زاد الرقي في التعامل والكلمة الطيبة كل ما زادت جودة العلاقة. مفيش علاقة بتنجح بالخناق، بس في علاقات بتزدهر بالدلال والحياء الراقي اللي بيفضل يشد الراجل طول العمر. في النهاية، لما بتفهمي مودتك مع جوزك انت بتبني حصن ليكي ولأولادك. ربنا يبارك في بيوتكم ويجعلها عامرة بالحب والسكينة. قولولي في التعليقات، هل بتحسي ان ضغوط الحياة أثرت على مودك في بيتك؟ وإيه أول خطوة هتعمليها النهاردة علشان تجددي روح الحب؟ أنا سيلا، وده بيتكم التاني. نورتوني. شكرا.